إدريس هو را أو را. 3 أدلة من القرآن واللغة تؤكد لك وتثبت لك إن إدريس هو را العظيم أو رع العظيم، مذكورة في القرآن. أيوة صح. ده بيألف. صلى على النبي وهدى، وأنا هجيب لك الآية دلوقتي. أولا مفيش اسم في القرآن إلا وليه معنى، زي اسم إسحاق اللي جاية من ضحكة الأم، واسم يعقوب اللي جاية بمعنى إنه يعقب إسحاق، أو اسم إسماعيل الذي يعني المؤذن لبيت الله، اللي هي إيل، تعني أنه يؤذن لإسماع الناس للحج إلى إيل أو بيت الله. اسم إدريس معانا متكون من 3 أجزاء: إد وراه وياس. ياس هنقول إن هي لاحقة بالاسم. في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيذكر أشهر اسم للنبي أو أشهر اسم للمنطقة أو البلد، فعشان كده هتلاقي عزير اللي مذكور في القرآن برضو مذكور إن هو عزير من غير أوزوريس، من غير اللاحقة الياء والسين اللي بيتحدث بها دايما الرومانيين واليونانيين أو الأجانب عن مصر وأسماء مصر. فمعنى إدرا إيه؟ إد مذكورة في القرآن أيضا بمعنى العظيم. لقد جئتم شيئا إدا، لقد جئتم شيئا عظيم. إدا مذكورة في القرآن في سورة مريم، فده مش شيء غريب علينا خالص. كلمة را فمذكورة أيضا في القرآن في سورة يوسف في أكتر من موضع، ولكن هنذكر موضع واحد فيها فقط، هو موضع بسم الله الرحمن الرحيم: وهمت به وهم بها لولا أن را برهان ربه. ما تقرأوش من الإنترنت، وحاولوا تقرأوا من المصحف اللي عندكم في المنزل، لأن هتلاقوا ياء مضافة. وكمان أزيدك من الشعر بيت وأقول لك إن كلمة إدرا ده اتحول بعد كده للفعل اللي احنا بنستخدمه اللي هو الإدراك. الإدراك اللي جاي منها برضو البصيرة أو الوعي أو الفهم. را العظيم هو أبو المصريين. إيه علاقة المصريين؟ هقول لك إن اسم مصريين نفسه معناه أبناء را، أبناء البصير أو أبناء إدريس. ثواني، إزاي أنت بتقولي؟ أنت لخبطتنا. أقول لحضرتك إنك لو بحثت في المصرية القديمة هتلاقي كلمة مصريين أو مصري مقسمة لجزئين: مصر، تمام، مصر تعني الذرية وتعني المولود أو الميلاد أو الأبناء. حضرتك لما تجمع الجزئين دولت مصر هتفهم إن هي أبناء را أو أبناء إدريس أو أبناء إدرا. إذا نحن نعلم أن العرب هم أحفاد إسماعيل ابن هاجر المصرية، ولكن الآن أصبحنا نعلم المصريين أحفاد إدرا أو إدريس را العظيم. ده كله معنى أسامي الأنبياء. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك. وده كانت الأدلة على